اليوم سيرجيو روبرتو أعاد الأمل حرفيا لجماهير برشلونة، وأخيرا برشلونة لقى حل لمشكلة اللعب الهجومي بمهاجم حريف. وما بعرف ليش حقيقة كان على دكة الاحتياط كل هالفترة، ولكن اليوم روبرتو أوقف المسيرة المتعثرة لبرشلونة بتسجيله لهدفين ما بيسجلهم إلا لاعب حريف. اليوم عموما كان الفريق جيد، حتى ليفا اللي ضيع أكثر من هدف محقق، ولكن صناعته للهدف الثالث وتحركاته بدون كرة واللي عملت فراغات بدفاع الميريا كانت تحركات فعالة ومؤثرة جدا. وجاندوجان اليوم رغم انه ما كان اداؤه مثالي تماما وضع هدف محقق، الا انه كان بشكل عام مقبول، وظهر تأثير غياب دي يونغ اليوم على خط الوسط. اما خط الدفاع ما زال في مشاكل كتير وعدم تفاهم واضح بين الدفاع والحارس. شفنا كيف دخل هدف الميريا بسبب سوء تنسيق بين اراخو وبينيا. على العموم فوز اجى بوقت هام جدا. برشلونة لازم يلاقي حل لخط دفاعه ولمركز الوسط المهاجم اذا كان حابب ينافس على بطولة الدوري او على دوري ابطال اوروبا. هذا كان تسجيل سريع بمناسبة فوز برشلونة على فريق الميريا بالدوري بنتيجة 3-2. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم.